كميه انذارات وفاولات وحاجات غريبه بتحصل. قبل ما نلوم الناس دي فعلا انا بلوم الناس دي طبعا. قبل ما نلوم الناس اللي بتحكم الاول. كابتن محمد، انت شفت الكوره اللي اثرت اللغط اللي جابت هدف والكابتن ياسر احتسبها، رايك فيها ايه؟ انا ما فيش مشكله، اتحسبت جون اتحسبت اوت، انا ما فيش مشكله، ممكن هنكمل الماتش على اي وضع وعلى اي حال. كده خلاص هو حسبها في البدايه اتحسب، بعد كده سال الله يمان قال له بره، وخلاص المفروض الله يمان معاك ده في المفروض انتوا فرقه واحده برضه يعني تيم واحد زي ما بيقولوا يعني، انت برضه في الاول وفي الاخر بتاخد برايه. خلاص اقتنعت برايه والراجل قال بره خلاص. انت كنت قريب من الكابتن يعني ابو تريكه وعدد من نجوم النادي الاهلي، هل هم اثروا على ياسر عبد الرؤوف خلوه يرجع في الكوره مره ثانيه؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. انا شايفه غضبان دلوقتي بتقول لي يعني ايه لعيبه الاهلي لبست واحنا موجودين في ارض الملعب. انا مش عارف والله، احنا موجودين، المفروض ان الماتش هيكمل، احنا اللي وصل لنا كده القرارات علينا ان الماتش هيكمل، المفروض الماتش يكمل، احنا ما تحاسبوناش بذنب ناس ثانيه او بذنب اخطاء ناس ثانيه، ما دي بيجي علينا في الاخر، هناخد لنا 5 ماتشات بره و4 ماتشات بره والماتش هيبقى يعني برضه هيعتبر ماتش 3 بونت مش لصالحنا، خلاص راحوا النادي الاهلي، احنا عايزين نكمل الماتش. قول لي توقع